حبايبي النهارده هنعمل مع بعض النجريسكو بطريقه سهله جدا وبسيطه ومكوناتها كلها حلوه قوي وهتعجبكم قوي وهتعجب الاطفال جدا جدا. وطبعا عشاق المكرونه هتعجبهم قوي وجوسي جدا وطريه جدا وانتوا هتشوفوا بنفسكم. واكيد انتوا شايفين اهو قبل ما ابدا الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو لو اول مره تشوفوني انا اسمي هاجر وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه. دلوقتي انا اول حاجه عندي بجيب البانيه كده اهو، غسلته كويس جدا جدا. بعد كده بقى قطعته لقطع صغيره او شرايح كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده سبته يتصفى كويس جدا من الميه اللي فيه ونشفته قوي. اوكي، جبت بقى الطاسه اللي انا هعمل فيها او الصينيه براحتك، حطيت فيها معلقتين كده من السمنه كبار على معلقه من الزيت، سبتهم كده لما سخنوا. رحت منزله بقى فيهم البانيه رصاه كده اهو جنب بعضه. انا مش هقلب فيه ولا اي حاجه خالص لحد ما هو ينزل الميه اللي فيه ويشربها. اوكي، لحد كده ما ينزلها خالص ويشربها واللون بتاعه يغير معايا. نقول بقى الحاجات اللي احنا هنعملها دي. عندنا البصل والفلفل الوان وزيتون والتوابل بقى بتاعتنا، ملح وكزبره ناشفه وفلفل اسود ومكعب من الماجي الفوريه ومعلقه جوز الطيب ومعلقه كبيره من البصل البودر ونص معلقه من القرفه. تمام، هنا بقى البانيه بتاعي كان خلاص شرب الميه بتاعته ولونه اتغير وشوحته كده تشويحه حلوه ذهبي كده فاتح. نزلت بقى عليه ببصلتين كبار مبشورين او معمولين في الكبه. تمام، شوحتهم كده معايا تشويحه حلوه. بعد كده رحت نازله بقى عليه بالتوابل اللي احنا قلنا عليها، وكمان حطينا بابريكا عشان بس نسيت اقول لكم عليها. وهنا بقى كانت خلاص قربت تستوي، رحت نازله عليها بمعلقه كده كبيره من الصلصه وبالفلفل الالوان. لو متوفر اخضر بس عادي تمام حطي، انا كان عندي اخضر واحمر فده اللي حطيته، ممكن تحطي اصفر كمان بتبقى تحفه. وبعد كده بقى نزلت عليها بشويه من الزيتون وسبتها كده غلت مع بعضها ورحت طافيه عليها وبقت الشاورما جاهزه. بس علقت بقى على ميه، حطيت فيها معلقه ملح كبيره ومعلقتين كده هم من الزيت عشان هسلق فيها المكرونه بتاعتي عشان تبقى مفرفره كده لما اجي اصفيها واشطفها. هنا بقى هنعمل البشاميل. نزلت كده بحوالي 6 معالق او 7 من السمنه البلدي او زبده براحتك، ولو سمنه عاديه تمام. ونزلت قصادهم بحوالي 8 معالق كمان من الدقيق، حمرتهم كويس جدا جدا وغلفت الدقيق كويس بالسمنه. رحت نازله عليهم بقى باللبن. ده كان حوالي كيلو وربع كده من اللبن. قلبتهم كويس جدا لحد ما القوام بتاعه اتظبط وبقى مظبوط معايا كده وخفيف. نزلت بالتوابل اللي هي ملح وفلفل اسود يعني مع حاجه صغنونه قوي ومكعب من الماجي، ولو في مرقه فوريه تبقى احسن بكتير كمان من الماجي، بس عشان كان متوفر عندي المرقه الماجي يعني فحطيته. اوكي كده خلاص البشاميل بتاعي جاهز والمكرونه صفيتها وكانت جاهزه معايا والشاورما وكل حاجه. جبت بقى الصينيه حطيت فيها بشاميل كده اهو من تحت. انا بحب اعمل الخطوه دي عشان ما يلزقش معايا. في ناس بتحب تقلب المكرونه في البشاميل وناس مش بتحب، فكل واحد حسب رغبته. هنا بقى هنزل الشاورما بتاعتي اللي عملتها على نص المكرونه اللي انا حطيته من تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما حطيتها هنزل بقى. انا طبعا مش هحط المكرونه دي كلها عشان انا كنت عامل صينيه تانية باللحمه، بس انا صورت لكم اللي هي نجرسكو بس. تمام، حطيت بقى شويه كده من المكرونه وانا مش بحب احط مكرونه كتير اصلا عشان تبقى المكرونه كده حلوه. حطيت عليها البشاميل بالشكل اللي انتوا شفتوه ودخلتها الفرن لحد بقى ما غلت كده مع بعضها حوالي تلت ساعه. بعد كده ولعت عليها الشوايه، خدت اللون اللي انتوا شايفينه ده، لان هي مستويه سوا كامل من كل حاجه، البشاميل والشاورما. وبالنسبه للمكرونه برضو كانت مستويه كويس. فلما ولعت عليها الشوايه خدت اللون دوت وخرجتها بقى وسبتها 5 دقايق كده ان هي بس تمسك نفسها سيكه بسيطه. تمام، وطلعتها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا شكلها عامل ازاي وسايحه جدا وحلوه قوي 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 وطعمها بجد كان خطير. في ناس بتعملها بالمكرونه الاسباجيتي بس احنا بصراحه بنحب القلم اكتر، وكانت بصراحه حلوه قوي قوي قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها ويا رب كده تكون الوصفه سهله وسريعه بالنسبه لك، واشوفك بقى في فيديو جديد بوصفه جديده. باي باي.